السلام عليكم. النهاردة معانا فيديو جديد، فيديو زي ما كلنا متعودين، يهم كل الناس. طيب، معاكم يوسف سمير رشدي، قناتي يوسف سمير رشدي، مستشارك العقاري جو. لو لسه ما اشتركتش انزل تحت ودوس اشتراك. طيب، النهاردة هنتكلم عن شيء مهم جدا. كل شخص وهو احط فلوسي فين. احط فلوسي فين يعني استثمر فلوسي فين. استثمرها في العقار؟ طيب استثمرها في الذهب؟ طب استثمرها في البورصة؟ طيب استثمرها في البنوك، في فوائد البنوك؟ استثمرها في اذونات الحكومة؟ طيب، لو في العقار اعمل ايه واشتري ايه وما اشتريش ايه؟ طيب لو في البنك ادخل انهي حساب، اشتري شهادات ايه وما اشتريش ايه، واتعامل بمضد ايه؟ طب لو في الذهب نعمل ايه ونشتري ايه وما نشتريش ايه؟ لو في البورصة ازاي؟ طيب جميل. لو في اذونات الحكومة نجيبها منين ونعمل ايه؟ طيب، هنتكلم بالتفصيل عن كل حاجة، كل حاجة، وايه الافضل والاسرع والاقل مخاطرة. خليكم معايا 10 دقايق هتغير حاجات كتير قوي في مفهوم ناس كتير. طيب، ندي الاول كالعادة هنتكلم عن حاجة حاجة من اللي انا ذكرتها وبالتفصيل، ومش هنسيب حاجة، بس هدي نبذة كالعادة في فيديوهاتي، هدي نبذة عن الموضوع كله. طيب، الاستثمار في العقار أو الذهب أو البورصة أو البنك أو استثمارات الحكومة، كأي استثمار، واحد معاه تحويشة العمر، ناتج سنين طويلة من الشقة والشغل والتعب، ونظر ان القيمة الشرائية للنقود بتتراجع، فالجميع بيبحث ان هو وسيلة يكتر فيها الفلوس. التضخم بيخلي ان القيمة بتاعت الجنيه بتنزل. طيب، لو فضلنا ماسكين الجنيه في ايدينا مش هيبقى جنيه تاني يوم، هيقل. طيب، كله بيفكر هو يستثمر فلوسه فين. طيب نتكلم. في ناس عايزة بتدور ان هي تستثمر فلوسها على الاعلى ربح، حتى لو في مجازفة في الاعلى ربح دوت او المكسب السريع، بيبقى فيه مجازفة او مخاطرة اكبر من غيرها. في ناس قلبها جامد بتحط فيه. طيب، وفي ناس تانية عايزة اللي هو العدل، يعني المعدل بتاعها يعني يكون ايه، ولا في مخاطرة ولا في ربح جامد، المعقول زي ما بنقول. طيب جميل خالص. ماشي، هنتكلم بقى. بداية، أهم شيء هو البداية، المبلغ والسيولة اللي هتبدأ بيه هو اللي هيحدد المكان اللي هتستثمر فيه فلوسك. يعني هنعمل حاجة كده مع بعض اسمها المحفظة. ايه هي المحفظة ديت؟ ان انت مثلا لو معاك فلوس تحط في اوعية كذا حاجة، لو معاك فلوس تحط في كذا حاجة. يعني المثل اللي بيقول القديم اللي بيقول لك ايه، ما تحطش فلوسك في بتاع دوت، ما تحطش البيت في سلة واحدة. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده. طيب، علشان لو حصلت ضربة لا قدر الله في السوق ما تتضربش فلوسك كلها في اتجاه واحد، تبقى انت مقسمها. طيب، ممكن نعمل ايه؟ هنقول كذا وسيلة. هنقول ان انت ممكن تحط فلوسك في كذا حاجة، وبعد كده هقول لك ان انت ممكن تحط فلوسك في الحاجة ديت ازاي، وتحط فلوسك في الحاجة دي ازاي، وهكذا حاجة حاجة مع بعضين. طيب، لو احنا قلنا هنحط فلوسنا في كذا حاجة، يعني جزء وديعة، جزء نشتري بيه اسهم، جزء نشتري بيه ذهب، جزء نشتري بيه عقارات، جزء نشتري بيه اذون من الدولة. طيب، نرتب الاولويات بقى من حيث ايه بتاع الذهب. ليه الذهب؟ الذهب سريع، سريع لانه اسرع تسييل. انت معاك ذهب، وهقول لك الطريقه اللي تشتري بيها الذهب وايه الذهب اللي تشتريه. اول ما تحتاج سيوله بتنزل تسيل على طول. البورصه نفس الطريقه، اول ما تحتاج سيوله بتنزل تبيع، خلصت في ثانيه. الاستثمار في شهادات الادخار ليها توقيتها وليها وقتها، ولازم تصبر. لو عايز فلوس هتخسر لو قبل المده اللي انت متفق عليها. العقار بطيء، بيكسب ومية مية، وهنتكلم عليه عشان ده مجالي طبعا، والقناة بتاعتي عقارية هنتكلم عليه، بس بطيء. ولو هنشتغل في العقار هنشتغل في الإداري، في التجاري، في الإداري، في المحلات، لأن التجاري بيدر عائد أفضل. طيب نتكلم بقى. لو أنا هحط فلوسي في حاجة حاجة من اللي أنا قلتها،
طيب لو انا هحط فلوسي في الذهب، يبقى بنشتري سبائك ذهب عيار 24 وزاد درجة نقاء 99.9. طيب هتقول لي انا هجيب سبيكة ذهب منين؟ لا، سبائك الذهب ديت اوزان مختلفة، بتبدأ من 31 جرام الى كيلو. ماشي، مش عايز تشتغل في سبائك الذهب، اشتغل في الجنيه. الجنيه الذهب سعره مظبوط، ولما بتبيعه بتكسب، ما بتخسرش، ما بيخسرش. ده افضل من المشغولات الذهبية، عشان ما يتمش بقى احتساب قيمة المصنعية وخلافه وبتاع، هتلاقي نفسك خسران بعد كده. هو الدمغة وهي مصنعية وبتاع، بتبيع هتخسر. طيب قيمة الذهب بيطلع وينزل برضو. قبل ما نسيب موضوع الذهب لازم نقول لك يعني ايه الذهب بيطلع وينزل. في ناس كتير يقول لك اصل الذهب بيطلع وينزل وبتاع. ايه اللي بيحدد؟ اللي بيحدد الذهب اقول لك انا العوامل اللي بتحدده ايه. اولا البورصة العالمية، سعر الدولار مقابل الجنيه، كل ده بيحدد الذهب طالع ولا نازل. وعوامل العرض والطلب في بلدك، ايه العرض وايه الطلب وايه زيادة السحب وبتاع. في مصر يعني ده بيحدد سعره في خلال اليوم في السوق المصري. طب الذهب ليه استثمار جيد؟ في الأزمات الاقتصادية أحلى استثمار. وأدينا شفنا ملاذ آمن، شفناه في الفترة اللي فاتت، في أعقاب تحرير الجنيه والصرف، كان ملاذ آمن لناس كتير قوي حطت فلوسها في الذهب. ناس ذكية عارفة إن في أي أزمة الذهب ده بيعلى 20-30% على الأقل، وده اللي حصل. ناس دارسة وفاهمة هي بتعمل إيه، ولا جريت على الدولار ولا عقار ولا بنك، جريت على الذهب. جميل. طيب في ناس بيقول لي يعني إيه زون الخزانة اللي أنت بتتكلم عليها؟ أقول لكم أنا يعني إيه زون الخزانة. يعني لو حد سألني إيه زون الخزانة أقول لك، اقول له ممكن اي فرد عادي يشتري ويستثمر في اذون وسندات الخزانة الحكومية. الصافي المتوسط بتاعها لوحده 15%، يعني وما بيقتصرش الاستثمار فيها على المؤسسات والبنوك والكلام ده، ممكن اي فرد عادي. طيب ازاي؟ الفرد العادي لو عايز إذن خزانة بيبدأ من مبلغ 25,000 جنيه، يشتري بيه إذن خزانة من أي مؤسسة حكومية. طيب لو أقل من كده ممكن يشتري من أي بنك حاجة اسمها سندات خزانة، ودي بتبدأ من 1000 جنيه السند. طيب جميل، مفيش أي مشكلة. أدينا عرفنا سندات الخزانة، وعرفنا إن هي العائد بتاعها على الأقل 15%. يبقى جميل، جميل جدا في الفترات اللي جاية، خصوصا إن البنك بدأ ينزل الفايدة. طيب ندخل على حاجة تانية. طيب لو هنستثمر فلوسنا في البنك نحطها فين؟ البنك. طيب يبقى شهادات استثمار على طول. استثمار بالجنيه المصري كمان احلى الاستثمار من الدولار، لان الاستثمار بالدولار الشهادات بتاعته بتعمل 4.1. الاستثمار بالجنيه المصري على الاقل 15، يعني بنتكلم في 3-4 اضعاف. يبقى لو هنتكلم يبقى استثمار بالجنيه المصري بالشهادات الايه المصريه على طول. احلى شهادات تقدر تحط فيها فلوسك بالجنيه المصري هي المجموعه ب. جميل. حد يسالني ليه المجموعه ب؟ المجموعه ب ليه؟ اولا المجموعه بي دي بيصدرها البنك الاهلي المصري من ايام الستينات، وديت لصالح الحكومه. يعني ابرز ادوات الاستثمار في اي بنك هي شهادات المجموعه بي. بسبب ايه بقى؟ اسبابها كتير. قيمتها، عوايدها، بتتعفي من الضرائب، بتتعفي لو فيها جوائز، لو فيها ارباح فوائد معفيه من الضرائب، جوائز معفيه من الضرائب. جميع انواع الضرائب والدمغه، ولا يجوز الحجز عليها كمان. يصرف عائدها بشكل شهري. كل دي مميزات، وبتتحسب كمان في نفس اليوم اللي بتشتريها فيه، بتتحسب الفايده بتاعتها. كل ده عشان كده البنك. طيب ندخل على حاجه تاني. الاسهم، اسهم البورصه. ماشي، يعني واحد تقيل بقى وداخل بتقله بقى والراجل فهيم. اسهم البورصه اداء استثمار جيد، ما بنكرش، بس اذا كان الشخص لدي يعني عنده وعي ودرايه جيده بالاستثمار في البورصه، بس غير كده هيخسر. طيب وشرط كمان ان هو لما يدخل في استثمار البورصه ما يدخلش بكل تقله صاروخ ويرمي كل اللي معاه وبتاع، زي الافلام اللي بنشوفها دي، واتضربت في البورصه وقلبي والكلام ده. لا، بشويش.
ارمي، ادخل بشويش حاجة حاجة، حط فلوسك في حاجة وشوف هتكسب ايه، ويا سيدي وبعد كده خد المكسب حطه في حاجة تانية بشويش عشان ما تتضربش. وما تفهمش في البورصة دور في يا سمسرة بورصة كتير قوي شاطرين، واحد كده ابن حلال ممكن يظبط لك حالك وياخد حقه. طيب البورصة برضو بتفكرني بالمثل اللي بيقولك ما تحطش البيض في سلة واحدة، خلي بالك برضو نفس بتاع ده. طيب مفيش مشكلة. طيب اتكلمنا عن البورصة. البورصة دي من ضمن الحاجات اللي الواحد قلبه فيها جامد، مكاسبها كبيرة بس مخاطرها أكبر. يعني لو كان بقى الواحد معتدل ويجمع بين الاستثمار في البورصة واستثمار في أذون الدولة واستثمار في البنوك وبتاع وفي الذهب، مفيش مشكلة. طيب هنقول احنا قلنا ايه اسرع تسهيل للفلوس لو انت عايز فلوسك في اي وقت بسرعة؟ البورصة والذهب. عايز فلوسك بمواعيد محددة؟ البنك او اذون الدولة. طيب عايز فلوسك على المدى البعيد يبقى ايه استثمارها في ايه؟ في العقار. العقار الايه؟ العقار الاداري التجاري، المحلات. ليه؟ لان الكلام دوت بيبقى سريع، والدخل في العقار التجاري اسرع. ده مجالي بقى وصفحتي وقناتي. العقاري التجاري اسرع. لما تيجي تشتري وعايز بتاع، يعني انا مثلا لو واحد معايا فلوس طلعت على المعاش ومعايا قرشين، ممكن اشتري شقة جنبي في بيتي في بتاع، ودي هتبقى بالسعر العادي بقى، ما هي منطقتي وما بدورش على الأحسن، بدور على الأقرب. فهشتريها وأجرها سنة سنتين ثلاثة، ألم منها الإيجار، وبعد السنتين دي هتطلع على قدها مبلغ صغير مبلغ كبير. في الآخر ده استثمار برضو، بس استثمار طويل المدى وواقف ثابت، ما بتسيلش في لحظة، ما بتحطش فلوس في حاجة تاني، ثابت. طيب جميل. ده الاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري جيد جيد جدا، آمن آمن جدا. إن الطوب مش هيموت، الطوب بيزيد. ادينا شايفين الاسعار كل يوم بتزيد. الفترة اللي فاتت كانت العقارات هادية، اليومين اللي جايين دول العقارات صاروخ هيطلع. لان يعني بعد لما تيجي تكتم كده حلة بخار فترة، وبعد كده تيجي روح فاتح الغطا هتلاقي هو ده العقار. فالايام اللي جايه، الايام دي احلى حاجه ايام، لان المسوقين العقاريين والمطورين العقاريين وشركات المقاولات وي 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 بتعمل عروض اسعار ما حصلتش، بتقسط على 7 و8 سنين، وده ما بيحصلش في العالم كله. فايدة للي هيشتري، فايدة كبيرة قوي. يشتري بالقسط بالجمعيات كده بشويش على مهله، وبعد كده لما السوق هينتعش هيبيع وهيكسب. طيب يبقى الأفضل استثمار هو العقاري لما فيه من أصول ثابتة تزيد قيمتها في الوقت، وتحافظ على المال وتبعدك عن التضخم أحسن من الودائع البنكية الصراحة. ماشي. طيب العقارات، ليه أفكر في العقار؟ وإيه الأسباب اللي تخليني أفكر في العقار في أي بلد يعني؟ وإيه اللي بيرفع من شأن العقار؟ تحسين البنية التحتية. تحسين البنية التحتية ده أهم حاجة. التحويلات والنمو الاقتصادي في البلد اللي انت فيها. زيادة التدفقات النقدية للعقار في البلد اللي انت فيها. أثر التضخم في البلد اللي انت فيها. كل دوت بيأثر على العقار لأن ده مجالي. تأثير العرض والطلب في الآخر في السوق العقاري. جميل أوي. كل الحاجات اللي أنا قلتها دي أنا شايفها إن هي اليومين دول بدأت تتحقق في مصر. أنا شايفها. تحسين البنية التحتية شايفين كلنا ايه اللي بيحصل، والتحولات في النمو الاقتصادي برضو شايفين. زيادة التدفقات المالية النقدية في العقار، وأثر التضخم اللي بدأ يقل، وتأثير العرض والطلب اللي بدأ يزيد. كل ده يقدر يقول إن العقار جاي طالع وهيبقى كويس. طيب احنا اتكلمنا على كل حاجة. احط فلوسي فين؟ احط فلوسي في البنك ولا في البورصة ولا في الاسهم ولا في وزنات الحكومة ولا في العقار؟ وقلت لكم احسن حاجة ايه. قلت لكم كل العروض وانتوا براحتكم، اللي عايز يعمل ده يعمل ده يعمل ده. وانا معاكم يوسف سمير رشدي، قناتي يوسف سمير رشدي مستشارك العقاري جو، تحت امركم في اي حاجة. واتمنى ان انتوا تتابعوني وتنزلوا تحت تدوسوا اشتراك لو لسه ما اشتركتوش في قناتي. اشوفكم على خير، مع السلامة.